السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. كل سنة وانتم طيبين. هعمل لكم سجق بلدي يا بنات، طريقة سهلة قوي واي حد فينا ممكن يعملها. هتجيبي كام قطايه وقرنين فلفل كده حاميين، ماشي، وتقطعي القوطه مكعبات، وتقطعي الفلفل كده برضو. تمام. عايزه اقول لكم الطريقه دي سهله قوي، وبصراحه حسام هو اللي معلمهاني، حببني فيها جدا يعني. هقول لكم عليها. هتجيبي نص كيلو سجق بلدي من عند الجزار، تمام، وتفكيه من بعضه كده. وبعد كده هتبداي تقطعيه، عايزه تقطعيه نصين ماشي، عايزه تقطعيه حتت صغيره زي كده ماشي. انا بقطعه كده عشان يبقى سهل في اللقمه، يعني ما تاخديه على طول يبقى سهل ماشي، عشان هو كمان لما بتيجي تعمليه بيكش شويه. تمام. وبعد كده هتجيبي بصلتين تلاتة كده حلوين، وتشطفيهم كويس وتقطعيهم. تمام. هتقطعيهم ايه مكعبات صغيرة كده. وهتجيبي حلة وتحطي فيها شوية زيت، وبعد كده تحطي عليهم البصل، وتبدأي تقلبي فيه يدبل شوية يعني ايه تصفر شوية بسيطة كده. وبعد كده هتحطي عليها القوطة اللي احنا قطعناها والفلفل. تمام. هتحطيهم عليها، وبعد كده هتحطي عليهم كوبايتين ميه وتقلبي فيهم شويه. وبعد كده تنزلي بالتوابل ايه بتاعتنا اهو. التوابل بقى شوية ملح، نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسمر، شوية شطة عشان احنا بنحبها يعني حامية، وتحطي ورق لوري. وده جوزة الطيب، جوزة الطيب دي عليها بتخليه طعمها في حتة تانية خالص. طعمها بتبقى حلوة قوي وريحتها بتبقى جميلة، بتشجعك بصراحة جدا جدا ان انت تاكليها. حلوة قوي، عايزين تحطوها براحتكم، مش عايزين انتوا احرار، بس هي بتبقى حلوة قوي. تمام. ودي التوابل حطيتها، والميه كمان حطيتها كوبايتين ميه يعني على حسب انت عامله قد ايه. تمام. وتقلبيها في بعضهم كويس جدا، وهتسيبي القوطه تتسبك شويه اهي. تمام. وبعد كده هتجيبي السجق اللي احنا مقطعينه وهتحطيه، بس تستني عليه دقيقتين ما تقلبيهوش عشان ما يتهريش، وقلبيه اهو. وهتسيبيه ايه مع نفسه شويه، واهو بعد ما استوى. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا وطعمه حلو قوي، طريقته دي بتشبع جدا. تعملي جنبها بقى طبق بطاطس محمره، شويه جرجير، عيش بلدي سخن، هتبقى اكله بصراحه حلوه جدا. وكمان مش هتاخد وقت معاكي ابدا، سهله جدا وبتخلص في 10 دقايق تقريبا او ربع ساعه مثلا. بس كده يا بنات الفيديو خلص، اتمنى يعجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه. سلام عليكم.